صاحبة القصة بتقول: أنا واحدة عايشة طول عمري بما يرضي الله، وعمري ما فكرت إني أعمل حاجة غلط، ولا عمري فكرت في يوم إني أخون جوزي. ولما كنت بسمع إن في واحدة خانت جوزها، كنت بقول إزاي واحدة ممكن تعمل كده في جوزها، لحد ما حصل معايا اللي حصل. أنا اسمي أحلام، وعندي 36 سنة، ساكنة في منطقة المطرية في القاهرة. جوزي عنده 45 سنة وشغال في شركة بترول، بس نظام شغله مش اللي هو بيروح الشغل الصبح كل يوم ويرجع آخر النهار. لأ، هو شغال في حاجة اسمها حقول البترول، يعني بيسافر حوالي 20 أو 25 يوم وينزل أجازة حوالي 5 أيام. وكنا الأول ساكنين في بيت العيلة بتاع جوزي، بس بقى في مشاكل تحصل كتير في البيت مع أهل جوزي معايا، بسبب إني للأسف عندي مشكلة في موضوع الخلفة ومش بخلف. وكانوا أهله طول الوقت يفضلوا يتكلموا معايا في إنه يطلقني ويتجوز واحدة تانية، بس هو علشان بيحبني كان متمسك بيا جدا ومش عاوز يسيبني، وقرر إن هو ياخد لنا شقة في برج جديد في منطقة اسمها النزهة الجديدة، قريبة من شارع جسر السويس. البرج ده يعتبر كان جديد وتحت الإنشاء، وكل اللي ساكنين فيه بس هم شقتين، واحنا كنا هنبقى الشقة التالتة اللي هتسكن في التوقيت ده. بعد ما خدنا الشقة الحمد لله، كانت على الطوب الأحمر وكانت محتاجة تتوضب وتتشطب علشان نقدر ننقل ونسكن فيها. وبحكم شغل جوزي ما كانش بيقدر يتابع الصنايعية أو يتفق مع حد أو كده، وبقيت أنا اللي بتابع كل حاجة بنفسي واتفق مع الصنايعية. الشقة اللي احنا اشتريناها ديت كانت في الدور السابع، والدور اللي فوقينا اللي هو الثامن، الشقة اللي فوقية مباشرة كان فيه ناس ساكنة. وفي يوم وانا واقفة على باب الشقة والصنايعية شغالين جوه في الشقة، لقيت واحدة نازلة بس شكلها صغير في السن، يعني أصغر مني. لقيتها بتقولي: أنا سمعت صوت تخبيط وتكسير، قلت أنزل أشوف في إيه. قلت لها: معلش بقى يا حبيبتي استحملينا لحد ما نوضب الشقة. قالت لي: لا لا ولا يهمك، بس هو حضرتك اللي واقفة مع الناس لوحدك؟ قلت لها: اه. قالت لي: طيب هو جوز حضرتك مش موجود؟ كانت فاكرة ان جوزي متوفي او حاجة. قلت لها: لا يا حبيبتي موجود، بس شغله في مكان بعيد وبينزل يعني 5 أيام كده كل شهر ولا حاجة. ومن ساعتها وهي بقت صاحبتي جدا، بما اننا خلاص بقينا جيران. بقت كل شوية تنزل لي مية ساقعة وعصير وتعمل شاي للناس اللي موجودين. بصراحة وقفت معايا وقفة انا ما كنتش اتخيلها. ده غير ان لما جبت العفش بتاعي كمان من الشقة التانية، فضلت تفرش معايا شقتي الجديدة لحد ما فرشتها وخلصتها. بصراحة استجدعتها جدا جدا جدا، وحسيت انها فعلا اخت ليا. عرفت ان اسمها سمر، ومتجوزة بقالها 2 ومعاها ولد صغير، وجوزها شغال مدير في شركة كبيرة، وبيرجع من الشغل الساعة 8 أو 9 بالليل. وتقريبا سمر بقت تقعد معايا في شقتي طول اليوم وتطلع قبل ما جوزها يجي، وبقينا احنا الاتنين اكتر من الاخوات. طول ما هي جوزها بره في الشغل بتفضل قاعدة معايا. فضلنا على الوضع ده 5 شهور، والحكاية بدأت لما في مرة سمر تعبت جدا، وكانت الساعة وقتها 2 بالليل. لقيتها بتتصل بيا علشان اطلع لها ضروري. اول ما طلعت جوزها آدم فتح لي. هو شاب من نفس سنها، عنده 25 سنة وأصغر مني بحوالي 13 أو 14 سنة. ودي كانت أول مرة أطلع عندها وجوزها يكون موجود، وكانت أول مرة أشوف آدم جوزها. أول ما شفته قلت له: سمر كلمتني، خير في إيه؟ قال لي: دي تعبانة جدا، اتفضلي ادخلي. ودخلت. قلت له: هي فين؟ قال لي: في الأوضة، في أوضة النوم جوه. أول ما دخلت لها حطيت إيدي كده على راسها، لقيت جسمها بارد جدا وبتقول إنها دايخة ومش مركزة خالص. فقلت له: لازم نوديها المستشفى دلوقتي بسرعة، لأن أنا مش هعرف أعمل لها أي حاجة. وفعلا لبسناها وطلبنا عربية وطلعنا بسرعة على المستشفى. وطلع عندها أنيميا حادة واتحجزت في المستشفى 5 أيام.
وانا كنت ببات معاها ال5 ايام دول لحد الحمد لله ما بقت كويسة وخرجت. بس اول ما عرفنا او اول ما ادم جوزها عارف انها هتتحجز في المستشفى، لقيته بيطلب مني رقم موبايلي علشان يطمن عليها وهو في الشغل، واديت له الرقم واتصل بيا حوالي 7 أو 8 مرات في الأيام اللي هي كانت محجوزة فيها في المستشفى. وبعد ما سمر رجعت البيت الحمد لله وخفت، لقيتها بعدها بيومين بتقولي على فكرة جوزي كان بيتكلم معايا عنك امبارح. قلت لها وكان بيقول ايه عليا بقى؟ قالت لي كان بيشكر فيكي جدا واستجدعك قوي على وقفتك معايا. قلت لها ما تقوليش كده يا حبيبتي، احنا اخوات اصلا. وبعدها بيومين لقيتها جايالي وجايبالي هدية. قلت لها ايه دي؟ قالت لي جوزي كان مصمم اني لازم اجيبلك اي حاجة على وقفتك جنبي. وبصراحة من ساعة ما هو فكر انه يجيب لي هدية وانا ادم ده، حسيت ان هو شخص جدع جدا وكريم جدا، وكنت عايزة اشكره بنفسي باي طريقة. ومعرفش ايه اللي خلاني تاني يوم اتصل بيه، طبعا لان انا معايا رقمه لانه كلمني كذا مرة وانا في المستشفى، فانا معايا رقمه. معرفش ايه اللي خلاني اتصل بيه وهو في الشغل تاني يوم اشكره على الهدية اللي هو بعتها لي او جابها لي او خلى مراته تجيبها لي. وانا بكلمه حسيت انه انسان قمة في الذوق والادب، وطلبت منه انه ما يعرفش سمر ان انا اتصلت بيه لحسن تزعل مني او ممكن تفهم حاجة. قال لي لا ما تقلقيش مش هقول لها حاجة. ومن ساعتها بقى في كلام بيني وبينه، بس كلام عادي زي اي 2 اصدقاء، بس طبعا بدون علم سمر. وكنت تقريبا بتكلم معاه حوالي نص ساعة كل يوم، لان بحكم شغله هو بيكون مشغول وفين وفين على ما بيلاقي وقت يريح فيه. فبقى يتفق معايا ان هو هيكلم سمر الاول 2 ولا حاجة ويقفل معاها ويكلمني عشان ما تتصلش بيه وهو في الشغل وانا بكلمه. وبصراحة حبيت الكلام معاه جدا، وحكيت له على كل تفاصيل حياتي، وهو كمان حكالي عن كل حاجة في حياته. وكنت معجبة قوي بشخصيته رغم انه اصغر مني ب10 سنين او 12 سنة، بس كنت حاساه حد من نفس سني وتفكيره كان عاجبني جدا، لدرجة ان هو اترقى بسرعة في الشغل بتاعه وعنده 25 سنة او 26 سنة، وكان مدير، يعني كان حاجة كبيرة في الشغل. وقال لي حاجة غريبة قوي واحنا بنتكلم عن سمر. قال لي ان هو كان بيحبها جدا وكان متجوزها عن حب واقتناع، وان بعد الجواز بس بكام شهر حس ان الحب اللي جواه ليها بدأ يقل، وبيقول ان هو بقى حاسس انها واحدة عادية عايشة معاه في البيت. وقال لي انه غالبا لما بيقول لها كلام حب او كده بيكون قايله من ورا قلبه ومش حاسس بيه، وبيقول لها كده بس علشان تفضل فاكرة ان هو بيحبها. ادم جوزها في اخر فترة بدأ يقول لي كلام ما كنتش بسمعه من حد قبل كده، وتقريبا اول مرة اسمعه في حياتي. وبدأ يقول لي ان هو معجب جدا بشخصيتي وجدعنتي وطريقة كلامي واسلوبي. انا بقيت احب كلامه معايا بسبب مدحه فيا، وحسيت اني رجعت واحدة لسه في بداية حياتها، واي كلمة حلوة منه بقت تأثر فيا جدا. وبقى يقول لي ان هو بيبقى حابب يشوفني على طول، وطلب مني ابقى اطلع عندهم قبل ما هو يرجع من الشغل علشان يطلع ويلاقيني. فانا قلت له اخاف سمر تتضايق من حاجة زي كده. قال لي انت خلاص تعتبري بقيتي واحدة مننا، واكيد هي مش هتتضايق ولا حاجة. وفعلا بقيت اطلع اقعد مع سمر قبل ما ادم يجي من الشغل، واول ما بيجي بقول لها انا هنزل بقى علشان جوزك جه وما يقولش حاجة، فهي تقول لي لا اقعدي ما تخافيش مش هيقول حاجة عادي. وبقى يدخل يسلم عليا وانا قاعدة مع مراته، ومش بيطول وبيخرج. بعدها بفترة بدأ يقول لي ان الموضوع بقى ممل جدا بسبب انه نفسه يتكلم معايا ويكون قريب مني، وطبعا مش بيعرف علشان مراته بتبقى موجودة. ولقيته بيقول لي ايه رأيك نتقابل بره؟ فانا طبعا رفضت وقلت له على فكرة انا مش ممكن اعمل كده، انا بعتبرك صديق واخ ليا وبعزك، بس سامحني لو عندك اي حاجة عاوز تقولها لي احنا كده كده بنتكلم في الموبايل، لو الموضوع هيوصل لكده
أنا ممكن أبطل أتكلم معاك خالص. لما لقاني اتضايقت من الموضوع ده فضل يهديني ويقولي إنه كان نفسه يبقى قريب مني وإنه محتاج لوجودي جنبه، واعترف لي إنه هو معجب بيا وبيحبني قوي. قلت له أنا برضو معجبة بيك جدا وبشخصيتك، بس أنت واحد متجوز وأنا واحدة متجوزة، وأصلا ما ينفعش يكون في بينا كلام، بس أنا معتبراك صديق ليا مش أكتر من كده. إنما أنت كده عاوزنا نظلم اتنين ملهمش ذنب خالص، ومش معقول بعد ما سمر وثقت فيا وبقيت معتبراها أخت ليا أعمل كده معاها. قال لي خلاص تمام، هستأذنك بقى أنا عشان عندي شغل. وقفلنا مع بعض ساعتها، ومن ساعتها ما بقاش يتصل بيا خالص ولا يكلمني، وبقيت اتصل بيه كل يوم وهو في الشغل ما يردش عليا، لدرجة اني بقيت اطلع عند سمر قبل ما يرجع من الشغل بتاعه علشان اشوفه. ما كانش بيرضى يدخل الأوضة اللي انا بكون موجودة فيها انا وسمر علشان ما يشوفنيش ولا اشوفه، لحد ما اعصابي تعبت بسببه، وكنت بفكر في اي طريقة تخليه يرجع يتكلم معايا تاني، لاني حسيت باحتياج شديد لوجوده في حياتي، زي ما يكون كان في حاجة حلوة قوي في حياتي وتعودت عليها وفجأة اتسحبت مني. حسيت كأن روحي بتتسحب مني. في الوقت ده كان جوزي نزل أجازة من الشغل وهيقعد أسبوع في البيت، وأنا مفهمة سمر إنها ما تتصلش بيا وجوزي موجود، لأن هو من زمان منبه عليا لا يكون ليا دعوة بحد ولا يكون ليا اختلاط بأي حد. وبقيت أحس إن الأيام اللي بيكون جوزي موجود فيها معايا تقيلة قوي على قلبي، ومستنياه يرجع الشغل تاني بفارغ الصبر عشان أقدر أعيش حياتي، لأني بحس إن أنا مقيدة جدا ومش عارفة أعمل أي حاجة وهو موجود. والغريب إني لاحظت إن حتى في وجود جوزي معايا في الشقة، حتى لو نايمين جنب بعض في نفس الأوضة، ألاقي نفسي بفكر في آدم، وأقعد أفكر يا ترى بيفكر فيا ولا لأ، وهيرجع يكلمني تاني زي الأول ولا لأ. وأول ما جوزي بيرجع الشغل فعلا بحس إن كنت فعلا محبوسة. أول ما راح شغله وبقيت لوحدي جربت اتصل تاني بآدم، بس كالعادة مردش عليا، فقلت أنا لازم أشوف أي طريقة وأكلمه أو أوصله. فجت في دماغي فكرة إني أشوفه على السلم وهو نازل الصبح رايح الشغل، بس قلت أكيد مش هيعرف يقف يتكلم معايا في التوقيت ده، خصوصا إنه يكون مستعجل أو ممكن حد يشوفنا أو يسمعنا. فقررت إن أنا هكتب له ورقة واديها له وهو نازل ويبقى يقراها براحته، المهم إن أنا أوصله اللي جوايا، لأني ما بقتش مستحملة بعده عني. وكتبت له في الورقة أولا حقك عليا، أنا ما أقصدش إنك تزعل مني، ووجودك في حياتي فعلا كان فارق معايا ومخلي ليها معنى، وكنت مبسوطة جدا وانت معايا وقريب مني، وحسيت فعلا إنك معوضني عن حاجات كتير قوي أنا كنت محتاجاها. وصدقني أنا مش هرفض لك أي طلب تاني، لو كنت غالية عندك زي ما انت كنت بتقولي تتصل بيا. وطبقت الورقة وفضلت مستنياه لحد الصبح. أول ما حسيته نازل رحت فتحت باب الشقة، ورحت وقفت قدامه وقلت له بعد إذنك خد الورقة دي ضروري. راح واخدها مني ونزل، وفضلت قاعدة مستنياه يتصل بيا، بس خلاص ما كنتش قادرة لأن أنا كنت سهرانة من امبارح وما نمتش، ودخلت أنام. وفجأة صحيت على صوت الموبايل وهو بيرن، قايمة طايرة من السعادة والفرحة علشان آدم بيتصل بيا. وبعد ما قمت رحت ناحية الموبايل ببص لقيت اللي بيتصل جوزي. أول مرة في حياتي أتضايق لما أشوف اسم جوزي على الموبايل. رديت عليه وكلمته وقفلت معاه. بعدها بساعة لقيت آدم بيتصل بيا. مش قادرة أوصف لكم سعادتي وقتها أول ما شفت اسمه على الموبايل كانت عاملة ازاي. رديت عليه بسرعة وقلت له أنا كده فعلا اتأكدت إن أنا غالية عندك زي ما أنت كمان غالي عندي. وبقى يطلب مني حاجات المفروض إني أرفضها، بس من خوفي لحسن يبعد عني بقيت أعملها علشانه. ورجع طلب مني تاني إنه عاوز يكون قريب مني، وقال لي خلاص بلاش موضوع الخروج ده، ابقى اطلعي عندنا تاني. قلت له ما هي سمر بتكون موجودة
وانا مش بشوفك دقيقة على بعض، وبترجع تشتكي انك مش بتعرف تتكلم. قال لي بصي، انا سمر كل اسبوع بتطلب مني انها عاوزة تروح عند اهلها، وانا كنت برفض، فهي اول ما هتطلب مني كده تاني هوافق على طول وخليها تروح، ولما تروح ابقي اطلعي انتي عندي. خفت ارفض اللي قال لي عليه، بس لقيتني بقول له ماشي اللي تشوفه. وبعدها ب4 ايام قال لي ان سمر مراته هتروح عند اهلها يوم الخميس الجاي، وهتبات عندهم، وهترجع الجمعة بالليل. وقال لي ان هو اللي هيروح يوصلها، وهيرجع على الساعة 10 بالليل. قلت له خلاص، لما توصلها وترجع ابقى كلمني. وعلى الساعة 9:30 بالليل يوم الخميس لقيته بيتصل بيا وقال لي ان هو وداها، وانه فوق دلوقتي في الشقة ومستنيني. بصراحة كنت مترددة وخايفة جدا، لأول مرة في حياتي هكون مع راجل غريب غير جوزي، وبصراحة كنت خايفة جدا يحصل بينا حاجة، بس لقيت نفسي محتاجة اني اكون قريبة منه لان هو كمان وحشني. رحت مكلمة جوزي قبل ما اطلع علشان ما يتصلش بيا وانا فوق، وطمنته عليا وقلت له ان انا هنام دلوقتي. ورحت طفيت انوار الشقة وقفلت الباب ورايا، وبصيت على السلم كويس علشان اتأكد ان مفيش حد طالع او نازل ممكن يشوفني. ورحت طالعة ومخبطة على شقة سمر. آدم فتح لي ودخلت. أول ما دخلت قعدت على كنبة الأنتريه، لقيته بيقول لي أخيرا. قلت له أخيرا إيه؟ على فكرة أنا خايفة جدا ومرعوبة، أنا أول مرة أكون مع واحد في شقة لوحدنا. قال لي ما تخافيش، مراتي وودتها بنفسي عند أهلها وهترجع بكرة، وأنا برضو اللي هروح أجيبها، وانت كده كده جوزك مش هنا خالص، ومفيش غيري أنا وانتي بس. ولقيته بيقول لي هو انت خايفة مني؟ قلت له لو خايفة منك أكيد ما كنتش جيت لحد عندك. قال لي امال ايه اللي جابك؟ أول ما سألني السؤال ده بصراحة استغربته قوي وزعلت جدا. قلت له لا مفيش حاجة، أنا بعد إذنك أنا هنزل. لقيته قام جاري عليا ومسكني وقال لي فهميني بس، أنا أقصد بالسؤال ده إن أنا عاوز أسمع منك إنك أكيد مشتاقالي زي ما أنا مشتاق لك. ولقيته راح واخدني في حضنه وقال لي وحشتيني قوي. فضلت في حضنه شوية وفضل يكلمني وانا في حضنه، وقال لي كلام حب أول مرة اسمعه في حياتي. حسيت وانا في حضنه اني مش عاوزة اي حاجة تانية غيره. وقال لي انه ما كانش مبسوط اول ما حضن سمر اول حضن في حياته زي ما كان مبسوط وهو في حضني. وهو معايا لقيت نفسي غصب عني سبت له نفسي خالص، وعمل اللي هو عاوزه اليوم ده. وفعلا اليوم ده كان من أجمل أيام حياتي، لدرجة إني بقيت أغير عليه من سمر مراته، وبقيت كل ما أتخيل إن اللي عمله معايا ده بيعمله معاها هي على طول. حسيت إن أنا بقيت أحسدها، وإني مش عاوزاه يلمسها تاني أو يعمل أي حاجة تاني غير معايا أنا. كل ده طبعا وسمر ما تعرفش أي حاجة نهائي. حتى أنا قللت من طلوعي عندها، وبقيت بكلم آدم على الموبايل لحد ما نتقابل عنده، وبقى يودي مراته كل أسبوع عند أهلها علشان نكون مع بعض. وطلعت له الشقة بتاعته لحد دلوقتي حوالي 8 مرات، وكل مرة بكون مستمتعة أكتر من المرة اللي قبلها. وفعلا حسسني بطعم الجواز، وحسسني إني لسه عروسة لسه متجوزة وبتعيش أجمل أيام حياتها. أنا بقيت حابة العلاقة مع آدم قوي، ومش حباها من جوزي خالص، بس بقول إن ده حق جوزي عليا. فبصراحة بضحك عليه وبحسسه إن أنا مبسوطة معاه، بس الحقيقة إن أنا مش ببقى مبسوطة ولا حاجة، ولا ببقى حاسة بوجوده أصلا. بقيت أحس بفرق شاسع بين جوزي اللي عنده حاجة و40 سنة وبين آدم الشاب اللي عنده حاجة و20 سنة. وما كنتش أتخيل إن موضوع العلاقة ده يأثر عليا كده بعد ما جربتها مع آدم، اللي خلاني أبقى عاوزاه هو وبس ومش عاوزة غيره. وما بقتش حابة وجود جوزي في البيت وقت الأجازة بتاعته. أنا تعبانة من كتر التفكير، وحاسة إن أنا دخلت في حلقة مفرغة ومش هقدر أبطل اللي بعمله معاه أبدا بعد ما جربته. وأنا حاسة إني بقيت مدمنة
للموضوع ده معاه. بعد ما كنت بلوم على أي واحدة بتخون جوزها، دلوقتي بقيت أنا اللي بقول أكيد غصب عنهم لأني حسيت بيهم. أرجوكم انصحوني أعمل إيه في حياتي، خصوصا إن طول اليوم قاعدة فاضية ومش بعمل أي حاجة خالص، وحاسة إن الفراغ ده هو السبب. نفسي في حاجة تشغلني عن الموضوع ده بأي طريقة، أرجوكم ساعدوني. دي كانت قصة من واحدة اسمها أحلام بعتتها لنا على رسائل الصفحة بتاعة الفيسبوك ومحتاجة نصيحتكم، فاللي عنده أي نصيحة ليها يكتبها في التعليقات وهي هتشوف كل التعليقات بتاعتكم. واللي عنده أي قصة أو مشكلة ومحتاج نصايح أو آراء الناس فيها يبعتها لنا على رسائل الصفحة وإحنا هنعرضها.